هاي لبرج العقرب. اليوم القمر عم بيكون في برج الثور. بالنسبة لك لما بيكون القمر في برج الثور فمعقول اليوم القمر يساعدك لوضع بعض العقود المهنية الجيدة. بالنسبة لك عقود العمل جيدة، هيدا الوقت بتقدر تاخد قرار لأنه كل عقد رح توقعه بهيدا الوقت رح يجيب لك فرص مالية مهمة جدا. بتقدر إنك تاخد قرارات مالية بدون أي تردد مولود العقرب. طبعا هذا الوقت جيد بالنسبة لك، أنت شخص حاد بالتعامل مع العملاء، هذا الشيء ممكن يأثر على علاقاتك، يأثر على مشاريعك. كون منتبه، كون مرن قدر الإمكان، كون دبلوماسي. كمان اليوم الطاقات جميلة لتاخذ بعض القرارات العاطفية، واللي عم بيشجعك أكثر واللي عم بيدعمك أكثر اليوم فينوس في برج الحوت. بالنسبة لك فينوس عم تقدر إنه تخلي كلامك جميل، كلامك فيه غزل، كلامك عم بيكون مريح جدا للمستمع. ما فيني اقول لك ابدا انه اليوم الامور العاطفيه ما جيده، بالعكس اليوم امورك كثير جميله. عم تشعر اليوم بطاقه رائعه ما بينك وبين شريكك العاطفي. ما اقول هيدي الطاقه اليوم اللي مطلوبه لاستمرار هيدي العلاقه، تخليك تفكر انك تاخذ هذا الارتباط للمستوى التالي. بالنسبه لك طبعا انت منتظر خبر من شريكك العاطفي، منتظر مبادره من شريكك العاطفي. بعض الاشخاص مواليد العشريه الثالثه اللي عم بيسعوا لعوده ارتباط من الماضي، اليومين القادمين فيه مبادره جيده، كثير معقول يكون فيها صلح مناسب بالنسبه لك. هيدا وقت جيد لتاخد قرار عاطفي بامتياز بدون اي تردد، بدون اي تاخير. فبتقدر انك تستمر بهيدي القرارات، تستمر بهيدي التغييرات اللي عم تحصل معك بهيدا اليوم. بتمنى لك يوم سعيد.